السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء شبكة أسواق المال. إن شاء الله الفيديو دوت مش هيكون الفيديو الأول ولا الأخير. هنبتدي إن شاء الله سلسلة جديدة مع بعض هنشرح فيها يعني إيه فوركس وإزاي نبقى وصلنا لدرجة عالية من التحليل والكفاءة في درجة التحليل. نبتدي الأول نقول يعني إيه فوركس. هي اختصار للسوق البورصة العالمية للعملات. يعني ايه البورصة العالمية للعملات؟ يعني عندك مثلا أكيد كلنا نعرف كل واحد عنده في بلده بورصة، بورصة شركات. يعني ايه بورصة الشركات؟ يعني بيبيع وبيشتري السهم بتاع الشركة دي. طب لو عندنا احنا في بورصة العملات، ايه اللي بيحصل فيها؟ انت بدل ما بتبيع وبتشتري اسهم شركات، انت بتبيع وبتشتري عملة بلد. طب ونبيع ونشتري عملة البلد دي ليه؟ ايه اللي يخلينا نبيعها وايه اللي يخلينا نشتريها؟ دوت بيتوقف على 3 حاجات. في تحليل اسمه تحليل فني، في تحليل اسمه تحليل اساسي، وفي في تحليلات كتيره، في ماركت بروفايل، في كذا نوع جدا من التحليل. دوت هنعرفه ان شاء الله بعدين في الفيديوهات اللي هنبتديها مع بعض ان شاء الله على اسواق المال. خلينا الاول نبتدي نعرف ايه هي رموز العملات اللي هنشتغل عليها في الموضوع ده. عندنا اليورو، وعندنا الدولار، وعندنا الجنيه الاسترليني، وعندنا الفرنك السويسري، والين الياباني. دي طبعا كل الحاجات المكتوبة دي او اللي انا بقولها دي يعني نبذات مختصرة في عملات كتيرة جدا. بس عايزين نعرف حاجة مهمة جدا. نفتح كده، عايزين نكتب مع بعض. عندنا مثلا احنا قلنا احنا بنبيع وبنشتري. طب احنا هنا لو قلنا يورو، هل هنبيع يورو؟ طب ما احنا عشان نبيع يورو لازم نشتري حاجة تانية. صح. طيب ايه كده؟ لازم نكتب الجزئية دي بايدينا. هنفترض عندنا يورو، يورو، وعندنا دولار، يو اس دي. يعني ايه الرمز اللي انا كتبته ده؟ اليورو بالنسبة لما اقول يورو مقابل الدولار، يعني لو انا قلت انا هبيع الزوج ده، الزوج دوت بالشكل بتاعه اللي موجود يورو دولار، لو انا بعت على العملة دي بالزوج بالشكل دوت، معناها اللي انا ببيع اليورو وبشتري الدولار. طيب لو انا حبيت اشتري الشكل اللي قدامنا ده بعمل ايه؟ لو حبيت اشتري الشكل اللي قدامنا ده كأني بشتري اليورو وببيع الدولار. طيب افرض انا قلت ان الدولار كويس، يعني الدولار اقوى من اليورو دلوقتي بحسب التحليل بتاعي اللي انا حللته. احنا قلنا عندنا تحليل فني وتحليل اساسي، وقلنا هنتكلم عن الانواع دي ان شاء الله مع بعض بعدين. خلينا بس في الموضوع. طب افرض بالتحليل بتاعي قال لي ان الدولار اقوى من اليورو وانا قدامي الشكل ده، معناها ان لازم ابيع الزوج ده. ليه؟ لان العملة الاساسية عندي هي اللي بيتم فيها عملية البيع او الشراء. طيب نبتدي كده مع بعض وناخد كذا عملة. طيب لو انا قلت مثلا نكتب احنا قلنا ان في استرليني جي بي بي، ومثلا في مقابل اليو اس دي اللي هو الدولار. طيب لو انا حبيت اعمل عملية بيع للاسترليني، يبقى انا بعت الاسترليني واشتريت الدولار. طب لو انا شايف ان الدولار اقوى من الاسترليني، ببيع الزوج ده كله. ليه؟ لان معنى اللي انا بعت الاسترليني معناها اللي انا اشتريت الدولار. هي دي المشكلة الاولانية في اللي احنا بنتكلم عنها في العملات الاساسية والعملات المقابلة. اي عملة اساسية الاساسية بتبقى الاولانية، المقابلة اللي هي التانية اللي هي بيتم فيها عكس العملية الاولانية. بيع على الزوج ده، نكتب كده بيع اللي هي سل، بيع معنى بيع العملة دي معناها اللي بعت الاسترليني واشتريت الدولار. تمام. نفترض اللي احنا خلصنا من المشكلة دي خالص. عايزين نعرف انا ببيع ليه اليورو وببيع وبشتري مثلا ليه الدولار او العكس او اي عملية تانية. واحنا بنتكلم قلنا ان في كذا نوع من التحليل. نكتب كده مع بعض. في تحليل اسمه اساسي، وفي تحليل اسمه فني. فني
وفي اساسي. عشان نحلل فني دي محتاجة الشرط بتاعنا اللي هو الميتا تريد او اي نوع تاني من برامج التداول. وعشان نحلل اساسي بالصورة اللي كانت معانا، او عشان نحلل اساسي محتاجين اخبار، واللي احنا نقرا في اخبار الدولة اللي احنا شغالين على عملتها، وكمان نتابع التقارير الاقتصادية بتاعتها. يعني ما بتبص طبعا للشرط. طب في ناس بتدمج التحليل الاساسي ده مع التحليل الفني. طبعا كل ما استخدمت طرق تحليل كل ما تحليلك زاد قوة ومصداقية. طيب خلينا في التحليل الفني اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الاول. هنخش على الشرط بتاعنا. طريقة تنزيل الشرط وتحميل الميتا تريدر دي ان شاء الله هنتناولها في فيديو مخصص. عايزين نعرف ايه هي الشكل ده. احنا قلنا عندنا الدولار فرانك، واحنا بنتكلم في الصورة دي قلنا ان الفرنك فرنك سويسري والدولار دولار امريكي. تمام. فاحنا لو قلنا عايزين نبيع الشكل ده، احنا اهو عندنا يو اس دي ديلي، يعني فريم الديلي، يعني كل شمعة كل شكل من ده بيمثل يوم. يعني اليوم دوت افتتح مثلا من المنطقة دي واغلق هنا، اليوم ده افتتح من المنطقة دي واغلق هنا. تمام. عايزين نبيع الشكل ده. تمام. عايزين نبيع اليورو، عايزين نبيع الدولار. فاحنا هنخش عملية بيع مباشرة. ليه؟ لان الزوج العملة اللي احنا عايزين نبيعها هي العملة الاساسية، لذلك احنا قلنا بيع على طول. طيب لو احنا عايزين نبيع، عايزين نشتري فرنك، يعني انا شايف ان الفرنك احسن مثلا والدولار هو اللي هينزل. طب هتقولي هنبيع برضو؟ لا. لو انت عايز تبيع العملة التانية اللي هي المقابلة مش الاساسية، بتخش عملية شراء. لو انت عايز تشتري العملة المقابلة بتخش عملية بيع. ليه بنخش عملية بيع؟ انك معنى اللي انت بعت الزوج الاولاني العملة الاولانية اللي هي اليو اس دي الدولار، معناها اللي انت اشتريت التانية، وهكذا. يعني الراجل اللي قال لنا ان الدولار اقوى من الفرنك، هو الراجل قال لنا ايه؟ الراجل قال لنا ان الدولار اقوى من الفرنك. هو قال لنا ان هو اشترى فرنك وباع ايه؟ اشترى الدولار وباع الفرنك. والراجل اللي قال لنا ان الفرنك دوت اقوى من الدولار، معناها انه اشترى الفرنك وباع الدولار. وعشان يشتري الفرنك لازم يخش على الزوج بالشكل اللي موجود قدامنا ده، عملية سل. هنا نكون انتهينا من الجزء الاول، وان شاء الله هيبقى عندنا فيديوهات كتير على شبكة اسواق المال. ادعو الله ان اكون وفقت في الجزء الاول، وربنا يوفقنا في فيديوهات تانية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.